coming. I could seat you by the fire. Listen, listen. There's something I must confide. I know I said that it'd be fine. I know I made it look like it'd be alright, but I think I learned my lesson, and I'm not gonna let you out of my sight. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light. And it might taste bitter when your answer ain't to God. You can call me killer as you look into my eyes. الكنيسة اليوم ما تسكت أبد. هسه أنا منتظر سجادة وناصر طبوا الليدل. أخذنا مسواق وراح نروح نقعد بالبيت نسوي أكل، وراح تسمعون القصة اللي صارت ويا سجاد، وراح تشوفون الأوراق وأترجمها للغة العربية وراح أقراها لكم. طبعا اليوم الأجواء كلش حلوة، باردة ويا ضباب والناس كلها طالعة تحسها رأس السنة. خلينا نروح الحق سجاد وناصر حتى نروح نسوي الأكل ونصور ونقعد نسولف في هذا الموضوع. أهلا وسهلا واهلا بلو وياك. اهلا وسهلا بيك وارحب بنا وياك. ليش انت هيك جاي؟ ليش انت هيك؟ بس هاي السنة. ها؟ بس هاي الأيام. بس هاي الأيام. جينا نشوفكم. سجاد انت قصتك قصة ما حد مر بيها. أول عراقي بالماني. والله إيه القرآن. يعني تخيل انه اجى شخص من النرويج إيه. بحالة نفسية، شفته؟ إيه. ها؟ اللي ذابينها واحدة، بس انت لو صار لك حالة نفسية ولا هاي السالفة؟ إيه بالقرآن. ها؟ انا الوقت شنو؟ مقطع بس ليش لا نسوي الاكل اريدها بالفصحى سجاد. ها؟ نعمل نجهز الاكل. ايه؟ العشاء. نعمل لا بابا هاي بكانة صغيرة لا توصلتي. طول العشاء. لا هاي أحسن. وينها قبل المشاو؟ عافية عافية استاذ، عافية عافية شيف شاهين. انت جاي تقلد شنو؟ لا مع الأسف. يعني عندنا شيف شاهين شخصية محبوبة ومشهورة بالعراق. بس هاي تسوي ديتو ذب عليه السوالف بعد. اي هاي الزلاطة مع هذه الزلاطة، هاي تلقوها بالليدر جماعة ألمانيا اللي طريقة السجاد اللي داخلين جدة بألمانيا. هاي تروح للليدر تلقاها ب70 سنت، ماشي، تخلي وياها طماطة. وهاي شو مرة هنا بالطاوة بعد. بس الزفاية لازم بصل. ناصر خلص شغله بعد ما عنده شيء. ها؟ لو نقومه يشتغل. زين تعال وراها ما تشتغل بعد تغسل وشنو؟ ليش غير اتفقنا كنا سوا؟ ايه كان سير اقوم لعد ليش قاعد؟ ها؟ ايش نسوي داخل؟ حتى ليش واقف؟ بس انا ما عندي شيء اروح اوقف. ايه حتى لو توقع الطاوة بس. بس انا واقف هيك. قوم. ايه هنا لازم 3-2 نشتغل. وثلاثة نقعد. ايه ما عندك شيء تبغى توقع الطاوة. ايه. بس انا مو زي على الطاولة قوم. يقول الناصر قوم. ايه ماكو هاي ليش ساعة. اظل هنا اظل اقلب بالجدار؟ ايش بيك عشان حط على النار؟ احط هنا. اقول لك ليش الطباخ مالتك يعني احسه ضعيف. كلش ضعيف. هو ليزر شو بريده؟ الحجر هاي يسموها المثقفين. بابا يا من الصورة. ايه تفضل. عزيز ناصر عندنا طاقة ولا عزيز ناصر؟ ماكو بهارات صفرا. هذول اللي تاخذوهم؟ وين ناخذهن؟ انت ما تروح في المانيا شنو؟ ايه ماكو واحد يعرف المانيا. هذا شوية ثوم. لا شنو؟ هاي هذا ليش؟ ما تريد نشيل بعد شفت؟ لا لا لا. هذا عفوا التليفون. يا الدعبل يا ولد. مت من الجوع والله. كمل الزلاطة وهاي بعدها ما مستوي. ناصر مسوي بث على التيك توك.
يا شوف بالطماطم الصبح. وين؟ على سلاطة تذهب. يا سلاطه. ايه على سلاطة. تذبها هناي معود بس كبري شرك. اها لان من سويته صار ساعه منتظر انا. قلب بقلبك. ليش خليت هاي الطلبه ليش؟ شنو الحين؟ ليش شنو سببها؟ عادل ابو بريطانيا تعرفون شو يقول؟ ها ناصر سجاد حسين ابو بريطانيا يقول هل تعلم خلصت هاي. حسين بن عادل اذا شفت الفيديو هل تعلم صدق المانيا الدجاج. ها خليها قبل. هل تعلم ان المكرونه كلش طيبه؟ شو اسمه معون ناصر مو كل شيء يعني هيك. اهم شيء هذا اقول انا الوجبه الاساسيه. يا هو بيبسي. انا اهم شيء هاي شوف. هذا ذي الجلاسات ايه ذي الجلاسات اخذهم. هل تعلم ان اصلا راح اسوي لك الحين؟ اي عافيه كذا بقول صدقت عافيه. شمة تاخذهم روحي من تمر. لك وين وديت هاي اللي سويت فيها الدين؟ هاي انا ابوي ايش عندكم؟ حاطها يلا في مال وياك اعيش بفد هدوء لو كانت الدنيا. هو سجاد بيش نجازيك ديما الدجاج لان صبيت لنا اكل يعني الجوعان راح يروح يقوم يسوي اكل من يشوف هذا الفيديو. عزيزي المشاهد هل تعلم لازم نخلص اكل حتى نرجع وياكم؟ فلا تنسون اشتراك وتخلي لايك الفيديو. يلا سجاد وياي هل تعلم؟ ولا لكن ارجع لكم. سهمكم العافيه. يدزولكم بالهم حلو. يلا تمام. يلا حبيبي لا مطلع نشوف حتى لا اعرف ليش وقعت. اوكي حبيبي. اكيد ناصر المطل وين؟ صف هاي. لان تعرفون اليوم الجو بارد ذكرني بايام العراق. صفوا صوبة المضر ايش تسوي؟ ايه سجاد راح اخلي الكرسي هنا ها واوجهه عليك الكاميرا واريد تسولف لي قصتك اخوي. قصة شنو؟ ها؟ قصة شنو؟ قصة حياتك بألمانيا لمدة سنة كاملة. والله حياتي بالمانيا عشتها تعب وقهر. اوقف خله بس انصد التلفزيون وانت شو اسمه النرجيله مالتك كملها جهزها. قوم ناصر قوم. هم زين ما وقعت. كل شخص وصل اوروبا ارتاح. اي بالله ها؟ ابد. اكثرية اهل القرى ما مطولين سنة. انا صدق ما رحت هناك يعني عايش يمكم. هو اريدك تسولف لي حتى جماعة الانستغرام ناس يعني مقربين علينا ودائما نسوي بث مباشر ويعرفون. فهواي سجاد ما سويت بث مباشر وما سولفت بقصتك قلت حتى اسوي لهم حلقة جماعة يوتيوب والانستغرام يشوفون. اي سجاد ايه منين نبدي؟ كيف؟ سجاد انت يعني نعرفك انت بقرية صح وتعبت. نعم. فلوس الراتب كان ما يكفيك لان كله ابدا. اي سولف. حرام الحرام. والله فلوسهم احسها مال حرام. مش منه ترجعها لهم. تيكيتات تذني كله يعني تعبت بيها بوقتها هي مالتهم هاي يعني قضيت انا صار لي سنه اركض بيها ركض لهم مال اوزفايز اوراق الا غير شيء مال محكمه ولا محامي ولا هواي سوالف ركضت بيهن وصربت وهاي وبالاخير يقول لك اطلع من البلد مالتي. يعني ليش؟ اشتغلت كونت نفسي تعبت يعني سنه مو قليله يعني اكو عالم تعيش بسنه عندها قامه مسويه بغير دول. فتتعب واحد يتعب وكسران ظهر وواحد يتعرف على نفس يعني شخصياته شلون صرتوا اخوان اللي هو القرآن. تروح هم تصادق من جديد ما تعرف البشر شنو وهذا وهذا شنو.
يعني حرامات. سجادة القرية اللي بيها انت محل ما بيها حتى تتسوق، لازم تروح شو اسمه كل 4 ساعات يجيك الباص. 13 يورو اروح و13 يورو ارجع. هاي بس تشتري مسواق. ايوه فهن 300. أيوة. المتى تعطيهن؟ أعطيهن لك. الكرول والله ليش كرواطيه انا قلت لك يعني. حتى البيها وياي كانوا ابو اللي وياي بالبيت. هسه نقل بهانوفر لانه هاي السالفه. العماره اللي بيها ذول الافغان والمغربي ولا غيره كلهم انقلوا، بقيت بس انا اريد انقل ماكو ما يصير. الاوراق اروح اقول لهم اعطونا اوراق عمل، اعطيهم اوراق عمل، يعطوني موافقه ما يعطوني موافقه. ناس هسه بالعراق يعني يقولون خلينا نخلص من العراق واذا قريه واذا والله قلتها وابويا قال لي عليها ولا يشوف هذا الفيديو، والله ما انسى دوم هاي الحكايه. قال لي والله انا جاي، هو جاي هنا أنا يعرف هاي، فقال لي والله تتحسف انت تقول. قلت له لا انا عايشه وعايشه بدول يعني طالع وباقي شهر. فقال لي والله ما تعيشها. قلت له عايشه. وهذا يوم كان ماخذ حكايته. اي والله يعني قلت شلون ما اخذت حكايته حرامات. والله رحت لهم يمكن. انت شوف انت جاك رفض ما ادري بيه. بعد من الرفض سولف. جاك رفض. جاني رفض اي، طعنت فيه، خليت محامي. المحامي اتفقت انا هو عربي مرته المانيه، فاتفقنا وياه ايش قد يابه 550. فقال لي كل شهر تقسط له 50 يورو. انا كل شهر اعطيه 50 يورو تقريبا من الشهر السادس لحد هسه شهر 11 وحنطب ال 12 هذا يوم كان ادفع له. فانا هاي الايام قلت اروح اجيب عقد، اروح اجيب موافقه عمل من السوسيال مالت البلديه. فرحت لهم اخذت الاوراق العمل وهاي وعطيتها لهم واريد موافقه ما اعطوني. قلت لهم اريد موعد التقي وياكم، والله ما نعطي موعد احنا عندنا زخم اوكراني. يا ليش اعدان شنو مباشر؟ عندنا زخم اوكراني تريد احكي انا بالتليفون ما يخلونا نلتقي وياهم. رحت ثاني يوم هم رجعت لهم، ثالث يوم رجعت لهم نفس الحكي وما اعطوني موعد. ادز اوراق عمل شو اسمه يرفضوهن. فرحت للمحامي قلت خلنا نروح للمحامي هم اسئله على اوراقي وهم اقول له لا تقدر يعني تمشي لي بالاوراق مال موافقه عمل اعطيك فلوس. فرحت اخذتني يوم موعد ورحت حاكيته قلت له شنو الاوراق مالتي وين وصلن، المحكمه جتني. قال لي لا والله ان شاء الله الاوراق مالتك جاي على الجايات وتجيك المحكمه ان شاء الله احنا نبشرك. هو عربي هو سوداني. فرحت قلت له الاوراق مالتي وين وصلن وين راحن صار بيهن، محكمه جتني ثانيه، الطعن مالتي شنو. فقال لي كل شيء تمام وماكو اي شيء ان شاء الله على الجايات انا نبشرك بخير. وقلت له ها وشوفته كنت ادز له الفلوس مالتي كل شهر ادز له على رقم طلع مو على رقمه غلط. فقلت له شلون ارجع هنا لك؟ قال لي تروح للشبار كاسه الكارت بنك وتروح تحول هذا المال يعني الفلوس على الرمز مالته هذا. فرحت للشبار كاسه حولت الفلوس الى هذا، قال لي كل شيء تمام عادي هذا هو. فانا ما ادري يعني هو جايني قبل تقريبا 20 يوم وما قايل لي هو هذا البوست، يعني يدري بيه هو جايني هذا البوست مال الترحيل فما قايل لي. رحت ثاني يوم خابروني قال له جاي لك بوست اصفر. البوست الاصفر انتظرته، ثاني يوم ثالث يوم انتظرته، ففتحناه طلع ترحيل. الترحيل السبب مالته شنو؟ كاتبي لي اللي صار له 14 شهر الطعن مالتك مسحوب. يعني المحامي مقدم طعن ورجع سحبه. انا مقدم طعن ويا المحامي. المحامي سحب الطعن مالتي. فها على هذا السبب. يقولوا لي ليش ما تروح تسوي عليه قضيه؟ لو تسوي عليه شيء ما تقدر، هذا الشيء مو بالعراق. الشيء هنا ما تسوي قضيه ما تقدر لان هو محامي، هو يمشي بهاي السوالف يعني كل شيء يقدر يسوي عليه، يختلف عليه كل شيء. ثاني شيء عليه ترحيل مده يعني عندك يوم 25 يشتكي علي قبل يجيني البوليس يشيلني ياخذني. فما اقدر لا اقدر اسوي شيء ولا هاي. يقولون ماكو اتفاقيه بين العراق واوروبا انه ترجع اللاجئين القسريين او غصبا عليهم. والله انا فانت شنو اللي راح تسويه هسه؟ اللي اسوي يعني هسه انت ما تقدر يعني لازم انه يوم 25 تودي الاوزفايز. لو اودي الاوزفايز لهم هاي شغله، ولو اروح احط روحي لهم يعني اسلم روحي لهم شوف بعد ما يمهم. لو اطلع من البلد هذا الالمان اروح اشوف يا غير بلد، لو ارجع للعراق غيرها ماكو.
كل شيء سدوا بوجهك. كل شيء يعني ربك موجود يفتح كل شيء طرق. اذا نحاول انه كنيسه، هاي الكنيسة والله قالوا لي عليها بس احنا نريد نسأل بعد يعني مو فأنا أتمنى من اللي موجودين بألمانيا القدماء ويعرفون هاي القوانين إنه سجاد إجا ترحيل. زين الأوراق عندك يعني؟ لا عندي صورها بس ترجمة. ما عندي ترجمة. اي عندي هذا. خل أقدر خلينا نشوف ونقراهن. مثل ما قلت لكم اللي موجودين بألمانيا وقديمين ويعرفون بالقوانين، أتمنى حتى لو تراسلون على الانستغرام، راح اخلي لكم هنا المعرض مال الانستغرام. اكون ممنون منكم انه سجاد اجا ترحيل لان المحامي ساحب الطعن مالته ماشي، وطلبوا منه الاوزفايز وحد يوم 25 بالشهر. راح اقرا لكم البوست بس بساعة تعليمات. اذا طلبت دائرة الشؤون الاجانب منك فانك ملتزم بتقديم جواز سفرك او الوثيقة البديلة عن جواز السفر للدائرة المذكورة وتسليمه له، يعني الاوزفايز سلمة هاي الدائرة يعني مالتهم البلدية. وإذا لم يكن لديك جواز سفر أو بديل عنهم فإنك ملزم بالمشاركة والتعاون في الحصول على وثائق شخصية ثبوتية وتقديم كل الوثائق والإثباتات المتوفرة التي يمكن أن تساعد في تأكيد وإثبات شخصك وجنسيتك إلى دائرة شؤون الأجانب. أنت ملزم بإعطاء تفاصيل معلومات عن عمرك وهويتك، اللقب والاسم وكذلك تاريخ الميلاد، مكان الولادة، وهاي يعني إذا لم تدل بالمعلومات اللازمة كما ورد في المادة 49 من قانون الإقامة أو أدليت بمعلومات مغلوطة أو ناقصة، يمكن أن تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 1 واحدة أو بغرامة مالية طبقا للمادة 95. ترتكب ذلك مخالفة قانونية يعاقب عليها قانون لمدة تصل إلى 3 سنوات سجن أو بغرامة مالية. يمكن أن تطرد من البلاد طبقا للمادة 55. الأمر نفسه ينطبق على تقديم المعلومات الكاذبة أو الناقصة للحصول على تصريح إقامة ألمانية أو وثيقة بديلية عن جواز سفر. ولا بد من الإشارة أيضا إلا أن على كل أجنبي مطلوب لمغادرة البلاد أن يخبر دائرة شؤون الأجانب مقدما عن تبديل عنوانه أو مغادرة منطقة دائرة الأجانب التي يقيم فيها لمدة تزيد عن 3 أيام. إن لم تف بهذا الالتزام وقمت بتبديل مكان إقامتك بعد انفصال بعد انقضاء مهلة مغادرة البلاد دون أن تعلم دائرة شؤون الأجانب بعنوانك الجديد الذي يمكن من خلال الاتصال بك، فسوف يتم حجزك في سجن الترحيل. يعني. إذا كان لديك أسئلة واستفسارات يعني وهواي بعد هاي موجود يعني، بس هو حد اليوم 25 بالشهر لازم إذا ما يقدم عودة طوعية يقول له غصبا ما عليه. بس راح نرجع لها ومن جديد ونحكي بيها إنه ماكو قانون يعني بين العراق أو اتفاقية بين العراق وألمانيا وأوروبا بصورة عامة إنه يرجعون العراقي قسرا إلى العراق أو غصبا ما عليه، لازم يكون إلا هو يعني هو قابل. فالسجل ما يعرف يسوي شيء، ما يعرف يقول هسه أنا أطلع لغير البلد لو أقدم أروح يم كنيسة خليها تساعدني، فكل شيء ما يعرف. يقول أنا خاف أروح أشتكي على المحامي أو إنه أنا منطيك فلوس أنت ما مقدم لي طعن وساحب الطعن، يقول خاف يقضون الشرطة وتعال يرجعون العراق أنا كل شيء يصير يقول. فما نعرف وما يعرف سجاد شو يريد يسوي. فأتمنى منكم اللي موجودين بألمانيا وتعرفون بهاي القوانين أو تعرفون محامي إنه تسألونه، وأكون ممنون منكم. نلتقي بجماعتنا بشتوتغارت، فتحضروا الفيديو كلش حلو. راح يجاوبون نمر وعلول وولد من أهل الكوت، وراح ننجمع سويا ونشوف وين نروح ووين نرجع. فإن شاء الله أتمنى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتخلي لايك للفيديو، وأشوفكم في فيديو ثاني. مع السلامة.